If you as a coach have a clear idea how you want to play, okay, but you don't have the players that can execute your plan, it's not easy to let a team plays how you really would like to play. So it means if you have better players, it will be much easier. If you don't have, then you have to what? As a coach, then you have to try them to improve, to teach, to educate, and let them feel that they can surpass their potential, okay? So, and it's hard work. And when you win then against teams that can buy a lot of a lot of quality players, and you win, it should be a lot of respect from the opponent's coach that say, hey, beautiful, because he knows that he has the best players and that he can buy a lot. And and this is beautiful. I don't have any problem with that. Game is based by the players. The coach is here to educate players to get the imagination, how to press, when to press. When the coach did a game plan and the team has a lot of opportunities, so the game plan is great. But to score is also many times the quality of a player. So that's why nobody would just spend 100 million for Haaland to buy him. Why he didn't take some player from the academy. خوتي الثيرابيستا السلام عليكم. صراحة الدرس ديال زيمباور علمنا بزاف د الحوايج واننا ما نحكموش على الكتاب من الغلاف ديالو. انا متاكد ان واحد النسبه ديال 99.9% من جمهور الرجاء اللي قلتي لي بلي زيمباور هذا المدرب هذا اللي 17 عام فاز بلقب واحد في المشوار ديالو، واللي الى جرى كيدوز عام واحد مع الفراقي مع الرجاء غادي يفوز بالازدواجيه وما غادي يخسر حتى ماتش. انا متاكد انه هاد 99.9%، مع انني ما عارفش شكون هما 0.01%، يقول لك ما يمكنش هذا مدرب اللي ما ربحش في الكارير ديالو كيفاش ممكن يحقق هذا الانجاز مع الرجاء. هو الامر اللي كينطبق حتى على اي مدرب ممكن تعاقدوا معه. ما يمكنش تعرف واش مدرب غينجح معك ولا لا، واش غادي يوصل للاهداف الرياضيه اللي حددتي معاه ولا لا. كرة القدم الخوت راه ماشي علم ثابت، راه يكتب لكم كذاب يقول كاين احصائيات وكاين ارقام وهذا طريقه اللعب ديالو هكا وهذا شخصيته كتناسبنا وهذا طريقه اللعب ديالو كتناسبنا. والله العظيم اقسم بالله الا كرة القدم ماشي علم ثابت. شحال من مره كتقول راك درتي الاختيار الصحيح، راك جبتي مدرب من الفطاحله طيح سنانه في الكره، عطيه سكواد مزيان وغيدير لك كلشي وما كيجيبش الله تيسير. جبنا رود كرول كافضل مدرب في تونس من الصفاقس وجا الرجاء وجابوا ليه لعابه وكان عنده سكواد تنافسي الى اخره، حط جبيره جناح ولعب ب5 اللور ولينا كنلعبوا بلوك با. يعني عمرك ما تقدر تعرف واش المدرب غينجح ولا غيفشل حتى تشوفوا مع الفريق ديالك وحتى تشوف النتائج ديالو واش كاينه ولا ما كايناش. هذه المقدمه الاهميه ديالها هو الناس اللي كيتسناو الراي ديالي انا، حتى انا رايي اللي ماشي قران منزل، رايي انا بكل تواضع هو فكره خديتها على المدرب. لكن الناس اللي كيحاولوا يجاوبوا على السؤال ديال واش غينجح مع الرجاء امين، اسمحوا لي الخوت، هذا السؤال ما خصوش يطرح لي انا، هذا السؤال كيتطرح على الوقت، على الزمن، على المستقبل. السيد راموفيتش اللي المفروض يكون مدرب للرجاء بعد 24 ساعه على اكثر تقدير، لانه يقال انه غادي يوصل اليوم الاربعاء او يوصل غدا الخميس في الصباح مباشره يوقع العقود ديالو بمعيه الطاقم ديالو اللي فيه 3 العناصر، في 2 المساعدين ومدرب حراس، لانه فريق الرجاء كما كتعرفوا عنده اصلا معد بدني اللي هو السي عمر بن وانيس، واللي بدا العمل ديالو مع السكواد اللي انتقل لتونس باش يدير المعسكر الصيفي. راموفيتش عمر ديالو 45 سنه، هو بوسني الماني لكن الجنسيه الرياضيه ديالو المانيه، لانه تزاد في المانيا في مدينه شتوتغارت ولعب في فريق شتوتغارت كيكرز اللي هو فريق مختلف على شتوتغارت اللي كنعرفوه. كان حارس مرمى في فولسبورغ ومونشنغلادباخ وعده فرق اوروبيه تركيا مثلا كسيفا سبور، في النرويج كذلك. كبروفايل لاعب كبروفايل حارس مرمى ما كانش نجم لامع، لكن مشواره احترافي ممكن نقولوا انه مشوار حارس اوروبي. حنا اللي كيهمنا هو مشواره كمدرب. مشواره كمدرب بدا في سنه 2021. انا اللي محيرني ومبرزطني هو انه سال الكارير ديالو في عام 2014. جميع المواقع وجميع المصادر كتقول باللي بدا المشوار ديالو كمدرب مع فريق تياس جالاكسي في جنوب افريقيا، الفريق اللي جاينا منه دابا، في عام 2021، علما انه سال الكارير ديالو في عام 2014. هو في الحوارات ديالو دائما تيقول انا في هذا الميدان منذ 12 سنه. انا ما عرفتش هذه المده هذه 12 سنه كيقصد بها واش عمله كمساعد، مع انني ما شفت ولا مصادر او مقاله كتشير على انه كان مساعد
في وقت من الاوقات. واش كيقصد بها العمل الدراسي والتحصيلي في عالم التدريب؟ في كل الاحوال انه بدا المشوار ديالو في سنه 2021 مع فريق تي اس جالاكسي كاول تجربه احترافيه له. يعني الرجاء غتكون ثاني تجربه للسي ابراموفيتش على مستوى التدريب. ولكن كما قلت لكم الكره ماشي علم ثابت، وما يمكنش نحدد نجاح وفشل مدرب من خلال مشواره السابق حتى وان كان درب 20 فريق. لكن نحاول نركز على بعض الايجابيات اللي شفتها او اللي لاحظتها قبل ما نتكلم على نمط اللعب ديال السيد راموفيتش. اول حاجه غتجي في بالك هو انه راموفيتش جيعان للنجاح، جيعان لانه يبان ويظهر، وهذا الشيء اكدته الصحافه الجنوب افريقيه، لانه تقال ان مباشره من بعد ما اتصلوا بالمسؤولين ديال الرجاء وكانه صافي سال المشوار ديالو مع تيز جالاكسي، كيتوادع مع الناس، غادي يخلص الشهر الجزائي من جيبو، قنع المساعدين ديالو باش يمشيو معاه، غيبدا يتوادع مع اللاعبين. في حوار الرئيس ديال تيز جالاكسي اللي كيقدروا وكيحترموا بزاف، كتحس باللي راموفيتش سعيد جدا ومتحمس جدا انه يجي يدرب فريق الرجاء، لان هذه خطوه عملاقه في المشوار ديالو كمدرب. يعني اول نقطه ايجابيه ممكن ناخذوها هو انه راموفيتش جيعان للنجاح. الا كان زيمباور في المشوار ديالو ما عرفش نجاح كبير مع الرجاء، خدا هاد لابيك هادي من بعد مشى الفريق في الدوري المحترفين ديال السعوديه براتب كبير. فراه السيد راموفيتش عنده هاد الهاجس هذا رغم ان الاختلاف في السن. اولا راموفيتش اصغر ب10 سنوات من زيمباور. ثاني حاجه راموفيتش ما دربش بزاف ويعتبر انه نجح في اول تجربه ليه مع تيس جالاكسي. علاش كنقول بان السيد راموفيتش نجح في اول تجربه ليه في عالم تدريب مع فريق تيس جالاكسي من جنوب افريقيا؟ وهذا الفريق المتواضع في ساوث افريكا غادي يجنب السقوط في عامه الاول في موسم 21 22 وغادي ياخذ به المركز العاشر، يعني وسط الترتيب في العام الموالي. والعام المنصرم او الموسم الماضي غادي يحقق انجاز غير مسبوق في تاريخ هذا الفريق هذا، وغادي يحصل على المركز السادس من بعد ما كان في واحد الوقت من الاوقات في الربعه الاوائل. وكل شيء كان تيقول باللي هذا الفريق راه ممكن يتاهل احد المسابقات الافريقيه لاول مره في مشواره، مع العلم انه وصل لنهائي كاس الرابطه وخسر فيه في النهائي مع فريق تشيبا يونايتد، علما انه كان المرشح الاول للفوز باللقب حيت فايت ليهم قصاو السان داونز في هذه المسابقه هذه. المشوار ديالو مع فريق جالاكسي كيقول باللي الفريق ديالو تطور بزاف لا فرديا ولا جماعيا. الفريق ديالو ولا من اصعب الفرق اللي ممكن تواجههم، حتى الفرق الكبرى كتلقى صعوبه مع فريق تيز جالاكسي خصوصا في السنه الماضيه. تعادل مع سان داونز، فاز على اورلاندو بيرات الوصيف ديال البطل، وتعادل مع كايزر شيفز، وهادو نتائج كتاكد بانه كيلعب مزيان مع الفرق الكبرى وكيحضر لهم مزيان. وكتاكد ايضا انه الماتشات ديالو مع الفرق الكبرى كتكون فيهم لا طونسيون، كيكون فيهم الكلاش، خصوصا الكلاش ديالو مشهور مع رولاني موكوينا مدرب فريق سان داونز. في اي لقاء في اي مواجهه مباشره ما بين سان داونز وتيز جالاكسي الصحافه كلها كتركز على السجال اللي ممكن يوقع ما بين موكوينا والسيد راموفيتش، لدرجه انه الصحافه في جنوب افريقيا الان تيقولوا بلي خصنا ننتقلوا للدوري المغربي باش نغطيو هذا الصراع الثنائي ما بين راموفيتش وموكوينا. اللي كيهمنا كرجاويين هو انه هذا مدرب اللي الفلسفه ديالو مرنه. الخطه باش كيلعب هذه السنه او الخطه المفضله عنده هي 4-2-3-1. باش فكرتكم هذه الخطه هذه، نعم هذا هو الاسلوب اللي كملنا به الموسم واللي عطانا توازن وعطانا ايقاع وعطانا عموديه في الاخر ديال الموسم. وما تنساوش زيمباور في بدايه الموسم جرب كاع لي فاريونت ديال 4-3-3، وفاش كان عندنا اهولو كان هو اللي كيلعب سونتينيل قدام الديفونس، فبالتالي قدامه جوج ديال اللاعبين على شكل بوكس تو بوكس. في الاخير زيمباور رصع على جوج لاعبين في المحور ولاعب صانع لعب قدامهم. هذه خطه كتاكد لك انه غيجي ما غاديش يغير، لانه كنت مقلق ليكون من نوعيه المدربين اللي كيامنوا بواحد الفلسفه معينه، خصوصا انه العقليه ديالو ممكن تكون عقليه اوروبا الشرقيه على اعتبار انه اصله بوسني رغم انه الماني الجنسيه. لكن بصراحه كنت مقلق اللي يجي الرجاء ويلعب 3 في خط الدفاع ويلعب جوج اظهره اجنحه وما يعتمدش على الاجنحه كلاسيكيين وما يعتمدش على صانع العاب كلاسيكي ويلعب جوج مهاجمين مثلا. كنت مرتض شويه لانه الا جا غادي يريب كاع داك لو فون دو جو اللي بنيناه في السنه الماضيه مع زيمباور. وانا الهدف ديالي الاساسي هو انه المدرب اللي غيجي تقنعوا بانه يكمل من سالا زيمباور. فمني شفت ان الخطه المفضله عنده هي 4-2-3-1 ارتحيت شويه وقلت ان هذا المدرب غادي يجي يكمل معنا من سالينا الموسم الماضي. على المستوى الكروي حسب ما شفت واللي كان كيهمني اني نشوف شخصيته مع الفرق الكبرى وشخصيته مع الفرق اللي مساوي ليه على المستوى التقني وعلى المستوى الفردي. هو مدرب مرن، الا غادي ضغط عالي غادي يضغط بشراسه، ولا غيلعب بلوك ميديوم وبلوك متاخر. الملاحظه اللي غتلاحظها دائما هو انه قوي جدا في التحولات، قوي جدا في الترانزيسيون. الفريق ديالو كيخلق بزاف الفرص للتسجيل خصوصا لقى المساحه، وهذا هو اللي غيدخلني في الحديث على اسلوبه ضد الفرق الكبرى في جنوب افريقيا. باش الفيديو ما يجيش طويل غنحاول نركز
على مباريات الاخيره اللي لعبها ضد الفرق الكبرى، وغناخذ مباراه من المباريات الحديثه كذلك اللي لعبها ضد الفرق واللي كتعتبر تقريبا مشابهه ليه على المستوى الفردي، باش ناخذ فكره على نوعيه الكره اللي كيلعب، والاهم ناخذ فكره على اسلوبه الهجومي. اخر كلاش جمع ما بين سياد راموفيتش ورولانو موكوينا اي ضد فريق سان داونز كان في 21 ماي 2024، يعني تقريبا قبل شهرين. اول ملاحظه غادي تلاحظها هو عدد الفرص اللي خلقها فريق جالاكسي في هذا الماتش هذا. هي راه ما يمكنش شحال خلقوا ديال الفرص من خلال لي ترانزيسيون او من خلال الكويك كاونتر. فرقه اللي كتوصل للبوطو بزاف وفرقه اللي عارفه شنو كدير على المستوى الهجومي، يعني فرقه كتخلق فرص ديال التسجيل ولا كانت المساحه صراحه كيخلقوا فرص كثيره. وهذا الماتش هذا بالضبط لو كانوا اللاعبين ديال جالاكسي مركزين كانوا يخرجوا رابحين بكل سهوله. هذا الماتش اللي سالب 1-1 فريق جالاكسي خنق فريق سان داونز وما خلاهمش يخرجوا وما خلاوهمش انه يديروا اللعب ديالهم. اغلبيه اللقطات ما كانش فيها بلوك با، ما كانش فيها كما توقعت انا وكما خمنت انه غادي يكون بلوك با ديال فريق جالاكسي. قفه ديال الفرص خلقوها فريق جالاكسي من خلال المرتد، ولكن سجلوا هدف واحد فقط. هذه مره اخرى كره تزقلات وكتبين لك باللي نوعيه اللعابه اللي عنده في لاطاك ماشي شي حاجه كبيره، لكن لي ترانزيسيون كتوصل الفريق ديالو وكتوصلوا حتى للمرمى. وفي هذه المباراه بالضبط كما قلت لكم خلق بزاف ديال الفرص ضد فريق سان داونز ما خلقوش فرص كثيره، والمباراه سالت ب1-1. مباراه كما قلت كان الاقرب فيها الفوز هو فريق جالاكسي. هذا ماتش ضد فريق اورلاندو بيراتس اللي المفروض يلعبوا بنفس الاسلوب اللي لعب به ضد سان داونز، يعني غيلعب مع فريق اللي افضل منه على المستوى الكروي. مره اخرى الملاحظه المهمه الخط العريض اللي هو التحولات، السرعه في التحولات. اي ريزومي واي ملخص شفتوا الفريق جالاكسي كنلقاوهم كيخلقوا فرص كثيره بالكونتر بي ترانزيسيون سريع. هو ضد خصوم اللي قوي منه طبيعي انه يلعب تحفظ ويلعب على المرتد. علاش غادي نختار هذه النوعيه من الماتشات؟ باش نشوف الشخصيه وطريقه اللعب ديال سياد راموفيتش ملي كيلعب ضد خصم اللي اقوى منه على الورق، بحال مثلا اورلاندو بيراتس اللي هو ثاني افضل فريق في جنوب افريقيا من بعد سان داونز. فطبيعي انه يهبط البلوك ويلعب على المرتد، لكن صراحه كيبان لك مهيئ الفريق ديالو للمرتد، مهيئ الفريق ديالو للترانزيسيون. وحتى في حالات اللي فيها هجمه منظمه كيبان لك الفريق ديالو ماشي عرباز، الفريق ديالو كيعرف اش كيدير، كيحط الكره على الارض. بحال الكره مثلا فيها مثلث مشاو للجناب دخلوا بها حتى البوطو، كيبان لك باللي كاين عمل على المستوى الهجومي بالخصوص على المستوى الهجومي. كيبان لك الفريق ديال راموفيتش فرقه كتعرف تهاجم، فرقه كتعرف توصل للبوطو باقل عدد ديال التمريرات، فرقه اللي كتخدم على لي ترانزيسيون بشكل كبير. وهذا الماتش ربحوا فريق جالاكسي ب1-0 وكان قبل تقريبا شهرين. هذا ماتش ضد فريق اورلاندو بيراتس واللي كتعتبر من الثلاثه الكبار او الاربعه الكبار في جنوب افريقيا، عنده لاعبين ممتازين ولو السنه الماضيه ما كانش في مستوى كبير. هذا الماتش على عكس الماتشات الاخرين غيبدا فريق جالاكسي غيبدا خاسر الماتش، غادي يستقبل هدف في الاول عن طريق خطا دفاعي كبير وغادي يكونوا مضطرين انهم يخرجوا يلعبوا كره. والملاحظه دائما هو اللاعب بلمسه واحده واللاعب على المثلثات، طريقه باش يحصلوا على ضربه جزاء، طريقه جميله جدا. واضح انه كاين عمل جماعي على المستوى الهجومي. انا غنركز على المستوى الهجومي لانه بصراحه المدرب اللي نبغيو يجي يعوض زيمباور خصو يحافظ على الثوابت ويحافظ على التوازن الدفاعي ويطور من المستوى الهجومي اللي كان عندنا. ملي كتشوف جالاكسي كيوصلوا بزاف البوطو كتعرف بلي كاين عمل ديال المدرب سياد راموفيتش، هذا مما لا شك فيه. هذا الماتش غادي يسالي ب2-2 وغادي يسجلوا من خلاله هدف التعادل عن طريق كره ثابته. هذا ماتش ضد فريق باروكا سوالوز واللي تلعب في شهر ابريل اللي فات. اختاريت هذا الماتش بالضبط باش نعرف طريقه لعب راموفيتش ضد الفراقي اللي معاه في نفس الفئه ولا تحت منه فرديا. والملاحظ هو عكس الماتشات الاخرين، البلوك التموضعي المتقدم واللي معاه بريس من الامام في حاله فقدان الكره. الممر التفضيلي عنده باش يفكك البلوك والتكتل الدفاعي ديال الخصم هو الاطراف. وعجبتني صراحه الطريقه باش كيلقى الرجل الثالث المتحرر في الطرف، مع العلم ان بعد العرضيه غنلقاو 4 لاعبين مهاجمين في الكاري، 2 منهم مشاو يستقبلوا العرضيه و2 اخرين بقاو كيتسناو الكره الثانيه. وغتلاحظوا كذلك الخدمه على المثلثات اللي ممكن تحرر الاظهره اللي عندنا في الرجاء واللي عندهم نزعه هجوميه كبيره، وكنتكلم على بالعمري وبالكسوت وحتى الاضافه الجديده النوعيه اللي زدناها بعدي. وهذه حاجه مهمه ممكن يعاوننا بها راموفيتش على المستوى الهجومي. كما شفتوا الخوت هو مدرب مرن، هو توا كيأكد في الحوارات ديالو انه انا كنحاول نقنع اللاعبين ديالي بواحد الخطه معينه، شفتهم ما قدروش يتجاوبوا مع هذه الخطه هذه. كاين 2 حوايج، يا اما نغير الخطه يا اما نحاول نقنع اللاعبين ونخدم معاهم ونشتغل معاهم
وهذا عمل مضني باش نحاول نقنعهم بانهم خصهم يتخطاو والامكانيات ديالهم. هذه حاجه محتاجين لها حنا في الرجاء، لان فإلا كان المدرب اللي كيتحاور مع اللاعبين، كيكومونيكي مع اللاعبين، كيطور اللاعبين خصوصا اللاعبين الشباب واللاعبين اللي فيهم واحد الجوهر معين، فراه اكيد انه غيدير عمل كبير في الرجاء، خصوصا انه مدرب ببروفايل، مدرب صبار، يعني مدرب اللي بدا تقريبا من الصفر مع جالاكسي وحقق معهم نجاحات تعتبر كبيره في تاريخ النادي، وهذا الشيء بشهاده رئيس فريق تاز جالاكسي. المهم الخوت باش الفيديو ما يجيش طويل، انه كنعرف انه الناس بزاف كتبان لهم ديك 20 دقيقه كيقول لك اخويا ما تفرجش في هذا الفيديو. الملخص رايي وملخص كذلك داكشي اللي شفتو واللي عرفتو على السيد راموفيتش المدرب الجديد لفريق الرجاء في انتظار ترسيم الامور ان شاء الله، هو انه مدرب جيعان للنجاح، مدرب باغي ينجح، مدرب عنده شخصيه وعنده طومبيرامون، ممكن يلعب باكثر من اسلوب في مباراه واحده او في موسم واحد، لكن الخطه المرجعيه ديالو، الاسلوب المرجعي ديالو او القالب التكتيكي ديالو المرجعي هو 4-2-3-1، اكثر اسلوب وقالب تكتيكي مناسب للرجاء في السنوات الاخيره كامله، وهو الاسلوب اللي سالينا به الموسم الماضي وحققنا به نجاحات كبيره في نهايه الموسم. على المستوى الهجومي مدرب قوي في التحولات، نقدر نقول انه بالعين المجرده اقوى من زيمباور في التحولات، لانه صراحه عدد الفرص اللي كيخلقها فريق تايز جالاكسي ملي كيلقى المساحه كتبين لك باللي كاين عمل جماعي، كاين عمل ديال المدرب، رغم ان اللاعبين ديالو ماشي شي لاعبين كبار ولاعبين زقاله في اغلب الاحيان كما شفتوا، لكن انا اللي كيهمني هو الطريقه باش كيوصل، الطريقه باش كيحل الاطراف، الطريقه اللي فيها اللعابه ديالو كيلعبوا بلمسه واحده، وحتى فاش يلقى بلوكبا المترابطات اللي كتوصلوا اللاعب الثالث او العنصر الثالث الثيرد مان كتبين لك باللي كاين عمل جماعي. طبعا راموفيتش السنه الثالثه ديالو مع جالاكسي، 3 سنوات تقريبا هو في جالاكسي، فبالتالي مع الرجاء غادي خصو شويه الوقت، لكن كما قلت الا ما بغاش يضيع الوقت بزاف خصو يبدا من سلا المواطن ديالو ويكمل، لانه عندنا ناس تقنيين في الرجاء، عندنا محمد مديح، عندنا هشام بوشروان، غادي يجلسوا معاه ويقولوا ليه ها كيفاش كان كيلعب زيمباور وتكلموا على المسائل التقنيه، انه ما خصناش نفرطوا في الثوابت اللي خلقناها واللي بنيناها الموسم الماضي. حتى هو بنفسه كما قال انه بدا كيتفرج في ماتشات ديال الرجاء تقريبا منذ شهر، بالتالي خدا فكره على فريق الرجاء وكيفاش كيلعب. ما عندوش طاقم فيزيوناج السيد راموفيتش، ماشي بحال زيمباور، ما عندوش محلل اداء، عنده فقط مساعدين ومدرب حراس. فاحنا في الرجاء الا بغينا نساعدو اكثر نجيبوا ليه محللين اداء، على الاقل واحد محلل اداء بحال الشكل ديال مويز كاجي كيخدم بالدرون وكيخدم بوسائل تقنيه حديثه باش ممكن يساعدوا اكثر واعطي هذه الاضافه هذه في المشوار ديالو. راموفيتش غيجي للمغرب مع المساعدين ديالو بجوج، اللي هما المساعد الاول عدنان بيغانوفيتش، وهذا المساعد هذا يقال انه كان في الطاقم ديال المنتخب الكرواتي. انا ماني قلبت وما لقيتش صراحه مصادر كتاكد هذه المعلومه هذه، الا نتوما كتعرفوا تبحثوا اكثر مني الخوت قلبوا على عدنان بيغانوفيتش وشوفوا واش كان ديجا في المنتخب الكرواتي، لا في الفئه السنيه ولا في المنتخب الاول، رغم انه كاين بزاف تيقولوا انه كان في المنتخب الاول. وغادي يكون معاه كمساعد تالي مصطفى كوردو، ومدرب حراس غيكون هو النيجيري غريغ ايتافيا. المعد البدني ان شاء الله غادي يبقى هو عمر بن وانيس باش يكمل العمل اللي بداه الموسم الماضي. من بعد درس زيمباور حتى شي واحد ما يقدر دابا يقول باللي هذا مدرب فاشل او مدرب ناجح، تيران هو اللي كيحكم. لكن اللي ممكن ناكده هو انه هذا مدرب باغي ينجح، انا متاكد ان راموفيتش غادي يتقاتل ويعطي دمه باش ينجح. الناس اللي كيتكلموا على انه ما عندوش تجربه افريقيه، فايد اليلوزيتش مدرب بوسني جبناه في 97 من فرقه سميتها ايس بوفي في فرنسا وما كانش يعرف لافريك، وفي عامه الاول دا معنا الشامبيونز ليغ. فهذه بالنسبه لي انا مجرد تفصيله. كتبوا لي في التعليق الخوت شنو بان لكم في هذا الاختيار، واش هو فيه مغامره ولا اختيار واقعي بناء على انه هذا مدرب جاي يكمل العمل ديال المواطن ديالو اللي مشى اللي هو زيمباور. شحال كتقولوا نتوما كرجاويين نسبه النجاح ديال السيد راموفيتش مع الرجاء، رغم انه نسبه النجاح كما قلت في علم الغيب؟ واش خاص الطاقم ديالو تعزز محللين الاداء، خصوصا انه هذه السنه كانت نقطه قوه الرجاء انه كيدرس الخصوم ديالو بشكل جيد. هذه فكره خصنا نوصلوها للمكتب المسير كذلك، وبالتوفيق والسداد ان شاء الله للمدرب الجديد لفريق الرجاء البوسني الالماني السياد راموفيتش. في الاخير اخوت ما تنسوش دعمونا بلايك وبالاشتراك في قناه فوتبول ثيرابي الى مازال غير مشتركين. تهلاو في راسكم، السلام عليكم. وإلا كنتي من المتابعين الدائمين ديال القناة وبغيتي تدعمنا من أجل الاستمرارية، عندنا الانتساب الشهري واللي هو بثمن رمزي، وأسماء المنتسبين غنحطهم بشكل مباشر في كل بودكاست.